احنا هنا قدام مشكله كبيره جدا بتواجه الكره المصريه. لو ما قدرناش نلحقها ونقدر يعني نعمل خطه واضحه وصريحه للكوادر اللي هتمسك من اول الشباب، وبعد كده المنتخب الكبير، من الناشئ اللي لسه طالع بيتدرب. وقد ايه يعني احنا كنا يعني من حوالي 15 سنه يمكن كان عندنا عقليه الفوز ديت. والكلام اللي بيتم اذاعته مع كابتن اسامه نبيه مع ابراهيم فايق هو كلام بصراحه ما يصحش ان هو يتقال على منتخب زي منتخب مصر. ما ينفعش كل ما كابتن اسامه نبيه يتزنق يقعد يقول اصل يعني دي وجهه نظري الفنيه. اصل طب ما تحكي لنا يا كابتن ايه هي وجهه نظرك الفنيه؟ هو جوارديولا لما بيطلع يتكلم، ولا كلوب، ولا ارني سلوت، ولا المدربين الكبار في العالم بيطلعوا، ولا مورينيو، ولا غيره بالمدربين الكبار بيطلعوا يشرحوا وجهات نظرهم الفنيه اللي هو ليه لاعب الفريق دوت او ليه لاعب اللعيب دوت في الجنب دوت، وازاي قدر يلعب اللعيب دوت مهاجم وهمي، وازاي قدر يلعب اللعيب دوت باك وهمي، وازاي قدر. بيشرحوا المدربين بطبيعه الحال بيطلعوا قدام الكاميرا عشان يشرحوا افكارهم الفنيه، مش عشان يتزنقوا ويبداوا يقولوا لا اصل انا وجهه نظري الفنيه كانت كده وشكرا على كده. فانت بلح يعني. احنا بنتكلم في مدرب، انا اسف برضو الاختيارات ما زالت بتتم على اساس من الواسطه وعلى اساس من المحسوبيه. ما عندناش الكوره في مصر لسه ما عندهمش الحميه وما عندهمش الحب لمصر ان هم يجيبوا كوادر صح، حتى لو ما كانتش كوادر مصريه، او حتى لما كان عندنا بعض المدربين زي ميكالي وزي مشوهم وطردوهم واتريقوا عليهم رغم ان هم كانوا عاملين نتائج كويسه جدا. ما قدرناش نتعلم من الناس دي ونستفيد منهم. لو احنا عايزين نتطور ونعلى لازم نجيب حد يعلمنا، ولازم نجيب حد يفهمنا ازاي سكونا، وازاي عندنا طريقه وسيستم واضح لاختيار سواء اللعيبه اللي بتشارك او تدريب اللعيبه، او ان اللعيبه تفهم ازاي مراكزها وازاي التمركز بتاعها، وازاي يكون عندها حماس وقوه ان هي تكسب وتعمل اسم لمنتخب مصر. الكلام ده كله مش عندنا للاسف. بيه كان معاه 10 لعيبه في كاس الامم وتم استبعادهم دفعه واحده جدا واحده كده بدون اي سابق انذار، عشان هو بيقول انا مش مقتنع بيهم. كل كلمه في الحوار انا مش مقتنع، انا ما فشلتش، احنا عملنا انجاز، احنا طلعنا وكنا كسبانين اصحاب الارض والجمهور. كله كلام يعني في الفاضي، وكله كلام ما بياكلش عيش عشان بس نداري على مصيبتنا ونداري على خيبتنا. ولكن هل عندنا كوره بتتقدم، او هل عندنا فكر خططي بيتقدم، او هل عندنا يعني بنقدم او حتى بنطلع الناشئ دوت